زوجان ذهبا معا إلى حديقة الحيوان، فوجدوا القرد يلعب مع زوجته، فقالت له: يا لها من قصة حب رائعة كلها سعادة. وعندما ذهبا إلى قفص الأسود، وجدا الأسد يجلس بعيدا صامتا وزوجته تبعد عنه، فقالت له: يا لها من قصة حب مأساوية كلها هموم. فقال لها: القي هذه الزجاجة الفارغة تجاه زوجته وشاهدي ماذا سيفعل. وعندما ألقتها هاج الأسد وزأر من أجل الدفاع عن زوجته، ولكن الشبك حال دونه ودون من رمى الزجاجة، وقال لها: القي الزجاجة على زوجة القرد. عندما ألقتها ترك القرد زوجته هاربا حتى لا تصيبه الزجاجة، فقال لها: لا تنخدعي بما يظهره الناس أمامك، فهناك من يخدعون الناس بمشاعرهم المزيفة، وهناك من يحتفظون بمشاعرهم داخل قلوبهم المليئة بالحب. فالحكمة يا عزيزتي، المنعزل ليس فاقدا للرغبات، والمحتشمة ليست جاهلة بالموضة، والكريم ليس كارها للمال، ولكنهم أقوياء في مواجهة أهواء أنفسهم، فكن ممن قال الله فيهم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.